نتمنى أن يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت، وذلك للمضي في الخارطة التشريعية اللي وافق عليها مجلس الأمة، خصوصا بأن كانت هناك توجيهات سامية من المغفور له أمير البلاد بضرورة معالجة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين والأوضاع المعيشية، فهي محل لقوانين قادمة على خارطة تشريعية، وكانت يفترض أن تنتهي في نهاية السنة ويبدأ في تنفيذها الآن. لذلك الحكومة القادمة مثقلة بملفات، مثقلة بعمل لا يخص مجلس الأمة ولا يخص النواب، يخص تنفيذ توجيهات من أجل رفع الحالة الاقتصادية والحالة المعيشية للمواطنين، وهو الذي نطلب الآن من الجميع بأن ينتبه فيما يتعلق في الجلسات القادمة. المسألة ليست فقط هي مسألة خارطة تشريعية، ولكن هناك التزامات وأوامر سابقة وعمل وملفات يفترض أنها انتهت، ويفترض أن في القادم القريب أن ننتهي من إقرارها كي يتمتع المواطن الكويتي بهذه المميزات وهذه الزيادات التي كلنا نعلم بأنه بحاجة لها.